ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنبدأ سلسلة تنظيفات رمضان. خلصنا من تفريزات رمضان نخش في سلسلة تنظيفات رمضان. النهارده عايزه اقول لكم ان البوتاجاز بتاعي، بصوا بقى، هو من فوق من عند العيون كده هو نضيف، بس كان في دقيق كده هو الايه يعني بصوا زي ما يكون جاي عليه دقيق، والدقيق ده عامل زي التراب. تمام، بس هو من فوق بيبقى مغسول، بيبقى نضيف جدا. تمام. بس بقى المتبهدل عندي ايه؟ اللي متبهدل عندي الفرن كده، بقالي بصراحة فترة كبيرة، يمكن حوالي سنة او يمكن اكتر. ما عطلتش الفرن دي كده. كنت بقول لكم ان دي الحديدة، دي اتعملت كده، فيعني ايه عادي، مش مأثرة عليه يعني. تمام. وبصوا هنا البوتاجاز عامل ازاي، ولا هيسر عدو ولا يسر حبيب. تمام تمام. عايزين بقى نمسكه كده نغسله ونخليه نرجعه جديد. المهم ان احنا هنخلي البوتاجاز بتاعنا هنرجعه جديد، يعني هنرجعه جديد. الحاجة غالية يا جماعة، وكل حاجة راحت في 60 داهية. اقل بوتاجاز دلوقتي معدي 5000 جنيه. يعني عشان تجيبي مثلا بوتاجاز 4 عيون مستعمل مش اقل من 3 4 5000 جنيه. يعني ربنا بجد يرحمنا برحمته، بسبب الاسعار اللي الواحد بيسمعها اليومين دول. وكل حاجة بقت فيها بتتكلم بألوفات، عشان تجيبي حاجة لازم يبقى ألوفات. ألوفات مؤلفة كده عشان تجيب بوتاجاز، تلاجة، غسالة، دي فريزر، أي حاجة من الأجهزة اللي هي دي. ألوفات مؤلفة فوق ال10 تلاف وانتي طالعة. ربنا يرحمنا بجد برحمته. بص بقى منظر البوتاجاز عامل ازاي. تعال نخش في المفيد. اول حاجه انا هعملها، انا هسخن البوتاجاز. ويساعدك يا هناكي بقى في الوقت ده، لو انت مثلا عامله حاجه في الفرن، صينيه اي حاجه، ولا مشغله الفرن اصلا لحاجه، يا نهار ابيض، يساعدك يا هنيكي. بيبقى الفرن بقى سخن كده، وتلاقي الدهون دي نازله، بصوا تور كده. تمام. الراعي بتاع النهارده اللي هو مستر شاهين، اللي هو الازازه بتاعته البامبا اللي انتوا شايفينها دي، مش الابيض بتاع الحمامات اللي هو مرسوم عليه حمام، لا، نجيب اللي هو مرسوم عليه حوض او مواعين. تمام. بيبقى خفيف عن التاني، ومش بيبوظ الحاجة زي التاني، يعني مش بيبوظ الاستانلس ولا الألمونيا ولا الحاجات دي كلها. تمام. بصوا هنا الفرن عشان سخن، في ثانية كده تبصوا تلاقي الدهون طلعت معانا في ثانية، زي ما انتوا شايفين كده اهو. ولا سحر ولا شعوذة، في ثانية تبصوا تلاقوا السلكة طلعت الدهون دي. طبعا هيبقى معانا كمان سكينة بقى، او اي حاجة جامدة كده. نبدأ ان احنا ايه بالسكينة كده بسرعة، ايه نكحتها كده، يعني ايه يعني احنا هنعمل بالسكينة الحاجة اللي هي، او الحتة اللي هي تبقى لازقة قوي يعني. تمام. هنا انا هشيل الفرن البوتاجاز، مش الفرن بقى، الازاز اللي بتاع الفرن البوتاجاز، عشان خاطر اغسله. انا عايزه اغسله من جوه، انا عايزه ارجع الباب ده جديد، وعايزه ارجع الفرن ده جديد، عشان انا مش هعرف اليومين دول اجيب بوتاجاز. عايزه اقول لكم إن كل حاجه زي ما قلت لكم من شويه بقت غاليه جدا. بصوا بقى كميه الدهون فظيعه. تمام. هنا بقى انا رشيت على الباب اللي هو المستر شاهين ده، او ايه كان اسمه، ايه، المهم الازازه البامبا دي. وهنا بقى جبت علبة كده وحطيت فيها كل العيون زي ما انتم شايفين كده اهوت، مقلوبة. لميت بقى كده كل ال4 عيون اللي عندي اسمها ايه، بالحتة اللي فوق دي، اللي هو الوش اللي بيتحط. المهم يعني العيون اللي عندي كلها حطيتها في علبة كده بلاستيك يا جماعة، بلاش تكون ستانلس او اي حاجة عشان خاطر ما تبص. تمام. ورحت حاطة الفلاش اللي انتوا شفتوه ده فلاش، بس هو اسمه كده، بس ده اسمه ملمع للمواعين. اي حاجة ألمونيا رشي عليها حبة، هتبص تلاقيها بترجعها لي جديدة لانج. تمام. بعيدا عن بقى العيون او اي حاجة، المواعين اللي احنا بناكل فيها رشي عليها كده حبة، وسيبها بس دقيقتين كده، حتى هي الازازة مكتوب عليها سيبها 3 دقايق، هتبص تلاقي الحاجة ابيضت وبقت زي الفل بأمانة الله. انا ما كنتش بقتنع بيه، يعني من كام سنة كده انا ما كنتش بقتنع بيه خالص، واقول لا، ومش اللي هو. بس عايزه اقول لكم بجد بجد هو اختراعه حلو قوي قوي قوي، للناس اللي هي مثلا بتطبخ في ألمونيا، وبتبقى مثلا ما بتعرفش تتك عليها ان هي تلمعها، او ان هي ما بتعرفش تنضفها. ده بقى انت رشيه وسيبيه، ولا سحر ولا شعوذه. هتبص تلاقي الحله او الغطا او الصينيه او الطبق بتاعك الألمونيا رجع جديد كده في ثانيه كده، زي السحر كده.
انا بصوا بقى هنا عمال بيفور ازاي. طبعا انا سبتهم وايه، وقلت هرجع البوتاجاز بقى ايه تاني. تمام. بصوا هنا بقى الجنب بتاع البوتاجاز ده، عايزه اقول لكم فيه كميه دهون مش طبيعيه. هنا انا قفلت الفلاش عشان تشوفوه قوي، وبعد كده رحت راجعه فاتحه الفلاش تاني ورشيت عليه زي ما انتوا شايفين كده اهو، مستر شاهين الازازه البامبا. تمام. الازازه البامبا دي انا رشيت منها على البوتاجاز كله يا جماعه، مش بيبوظوا زي الفلاش التاني اللي هو مرسوم عليه حمام وحوض حمام وكده. تمام. ده البوتاجازات والاستانلس والحاجات دي حلو. هنا بقى نرجع تاني للباب بتاعنا. عايزه هنا لقيت ورقه هنا مع التول، هو ده عمل ده ولا ايه؟ المهم مسكت بقى كده ايه حته سكينه كده، حته سلكه كده كبيره محترمه كده تمنى العين يعني، فاهمين؟ ومسكت بقى قعدت كده امسك الباب بقى، حتتك بتتك يمين شمال فوق تحت. بصوا يعني خليته كده ما شاء الله يعني تحفه. حاطه الزراير شلتها، وبقيت بقى عماله انا مش عايزه اخلي حته في البوتاجاز بتقول ان انا ما اتغسلتش او ان انا ما جاش عليا العيد. تمام. عايزه اقول لكم ان العمله دي احنا هنعدي عليها رمضان وهنعدي عليها العيد وهنعدي عليها حبه ايام حلوين كده ايه. يا دوب لما نيجي مثلا نغسل البوتاجاز هنغسله بس من فوق بس كده. ورا البوتاجاز ما كانش فيه دهون كتير، ولا جنبه كمان كان فيه دهون كتير، لان دايما ايدي مثلا لما باجي اغسل البوتاجاز اغسل ايه حواليه. تمام. حتى الغطا بتاع البوتاجاز برضو ما كانش عليه دهون كتير. برضو من ضمن لما باجي اغسل وش البوتاجاز باخد ايه باخد الوش معي. هنا بقى العين دي كانت محروقه كده، قلت اما ارش عليها شويه من اللي هو بتاع الالمونيا ده يمكن تنضف يعني، بس لا، لان ده هي محروقه حرق جامد يعني، وهو استانلس. هنا بقى وعمالة بقى بالسلكة بقى، وعمالة من فوق لتحت ومن الباب للجنب للزراير اللي فوق لتحت، وعمالة كده ايه بالسلكة رايحة جاية على البوتاجاز. وبعد كده بقى بالمية، وقعدت بقى اشطف 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 في البوتاجاز. وهنا اللي ساعدني ايه، اللي ساعدني هنا ان انا في صفاية في المطبخ عندنا. تمام. فالمية بقى كانت كلها عمالة تروح عليها، وانا كنت باخد اسمها ايه، بالمساحة، واودي المية على ال... على الصرف، على الصرف. تمام. فمسكت بقى البوتاجاز زي ما انت شايف هنا بقى الجنب بدخل البوتاجاز كده، لقيت الجنب عليه دهون كتير قوي، بس لسه عليه اللزق بتاعه اللي هو كان جاي بيه وهو جديد. ماشي. المهم رحت شايلاه كده، وكانت ايه حته صغيره كده هي اللي باقيه عليها دهن يعني، كانت متقشره، هي دي اللي غسلتها وخلاص. بعد كده خلصت بقى وشطفت البوتاجاز خالص، رحت ماسكه بقى العيون زي ما انتوا شايفينها كده بالسكينه، وقعدت ايه اغسل فيها، اغسل اغسل زي ما انتوا شايفين كده اهوت، لحد لما العيون نطفت. بس عايزه اقول مش هضحك عليكم اقول لكم يعني نطفت بنسبه 100%، لا هي نطفت مثلا بنسبه 80%. تمام. انا قلت بقى في مره تانية كده ان شاء الله على العيد اروح غسلها كمان غسله كده، تبقى بتلمع بقى وايه وحلوه كده وجميله. تمام. انا مرضتش اتك قوي عشان ايه يعني اتعب نفسي بقى وكده، ولسه ورايا حاجات تانية كتير. قلت لا انا هعملهم كده، هم حلوين كده برضو، وعلى العيد ان شاء الله امسكهم برضو اعمل فيهم نفس العمله دي، هينضفوا بقى ايه اكتر واكتر. يلا قومي تشجعي لو لسه ما بداتيش تنظيفات لرمضان، قومي نضفي في رمضان. التنظيفات بتاعت رمضان يا جماعه هتسهل علينا تنظيفات العيد حبه حلوين كده. تمام. مش هنيجي بقى في العيد هنبقى صايمين بقى وكده، ونقعد بقى ايه نغسل في يعني يوم زي ده كده، ان انا مثلا اقعد اغسل في بوتاجاز وحيطان، واشيل بوتاجاز واشيل مطبخ واشيل رخام واحط رخام واعمل في مواعين والكلام ده كله، لا. تنظيفات رمضان لازم نحاول ان احنا نحافظ عليها، عشان خاطر ما نعملش في العيد يعني، في العيد مثلا تبقى حاجه كده ايه من على الوش، او حاجه كده ايه اللي هي خفافي، فاهمين قصدي؟ هنا بقى ايه مسكت طبعا البوتاجاز كله رشفته كده بحته فوطه ايه بحته قماشه كده حلوه. ورجعت تاني بمنديلين كده، جبت منديلين كده حلوين نضاف، وبقى كده ان انا ايه احاول انشفه حلو قوي، عشان خاطر ما لقوش ان هو مثلا ايه مكان الميه اللي فيه ان هو سايب بقع ميه، او ان هو تحس ان هو مجير والكلام ده. لا مسكته حلو قوي 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 كده، وشطف ونشفته كله زي ما انتوا شايفينه كده اهو. هنا شايفين ال اسمه ايه الباب بتاع البوتاجاز بقى عامل ازاي،
يعني ما شاء الله ما شاء الله. ولا تقولي بقى سترس ولا تقولولي حاجات غالية ولا الكلام ده كله. الباب ما شاء الله عليه بقى تحفة. والازاز تشوفي وشك فيه، لو هتحطي ميك اب هتحطي ميك اب على الباب. والله العظيم بقى ما شاء الله عليه. حاجة واحدة بس اللي ناقصة، اللي هي الحواف بتاعت البوتاجاز دي، اللي ناقصها ان انا اما الاقي واحدة جارتي بتخبز في الفرن الطينة هديهم لها تحطهم في الفرن. تمام، لان أنا بصراحة ما كانش ينفع ان انا احطهم في الفرن هنا ولا اعمل خلطات والكلام ده كله. لا، انا هديهم لها تحطهم في الفرن. وهي بتخبز هتبص لها، لو الدهون دي كلها نزلت من عليه. هي هتخبز مثلا